كتير مننا عارف موضوع ترند المغنيسيوم آخر كام يوم واستخدامه في علاج الأرق. في ناس كتير بتروح تشتري مغنيسيوم من الصيدلية وبتاخده، ومع ذلك مش بتتعالج من الأرق وتلاقي نفسها برضو مش عارفة تنام. فايه السبب في الموضوع ده؟ السبب ان في انواع كتير من المغنيسيوم، ومش اي نوع ينفع يتاخد عشان يعالج الارق. النهارده معانا ضيوفنا الاعزاء انواع المغنيسيوم، كل واحد فيهم هيتكلم عن نفسه. كملوا معانا الفيديو عشان تعرفوا انهي نوع بالظبط تستخدموه لكل مشكله، وكل نوع اللي بيبقى ليه استخدامات مختلفه عن التاني. يلا بينا نسمعهم سوا. أنا المغنيسيوم ستريت الأكثر شهرة وانتشارا. أنا مفعولي سريع وواضح خصوصا مع الجهاز الهضمي. طيب أنا بتاع إيه؟ لو بتعاني من إمساك مزمن أنا الحل الأمثل، لأني بسحب المية للأمعاء وبسهل الحركة، وكمان امتصاصي حلو جدا مقارنة بالأنواع التانية. طيب جرعتي كام؟ جرعتي من 200 ل 300 ملي، بس ما تزودش الجرعة عشان ما تقضيش باقي حياتك في الحمام. عرفت هتستخدمني إمتى وإزاي؟ المغنيسيوم مليت مرتبط بحمض المليت، وده حمض موجود في الطبيعة وليه دور أساسي في إنتاج الطاقة. طيب أنا بتاع إيه؟ لو بتحس بخمول أو عندك آلام في العضلات أو فايبروميلاجيا أو محتاج طاقة تكمل بيها يومك، أنا بتاخد الصبح أو الظهر. جرعتي عادة بتكون من 300 ل 420 ملي، وبلاش تاخدني بالليل عشان هطير من عينيك النوم. عرفت هتستخدمني إمتى وإزاي؟ بقى المغنيسيوم مش لايسينات. أنا الألطف على معدتك والأقرب لقلبك. أنا مرتبط بحمض الجلايسين، وده بيخليني يحصل لي امتصاص بسرعة من غير ما أسبب إسهال. أنا بقى بتاع إيه؟ أنا بتاع الأرق والقلق والشد العضلي. أنا ملك الاسترخاء. جرعتي من 200 ل 400 ملي يوميا، ويفضل تاخدها قبل النوم بساعة عشان تشوف أحلام سعيدة. عرفت هتستخدمني في إيه وإزاي؟ أحلام سعيدة. ايه رأيكم بقى؟ عرفنا هنستخدم انهي نوع من المغنيسيوم لكل مشكلة. لو بتعاني من أرق ومش بتنام كويس وعايز تحسن نومك، يبقى تاخد المغنيسيوم جلايسينيت قبل النوم بنص ساعة. لو عندك إمساك وعايز تحسن الهضم، يبقى تاخد المغنيسيوم ستريت عند اللزوم. لو عايز زيادة في النشاط وزيادة في طاقتك وتبقى نشيط طول اليوم، يبقى لما تصحى من النوم بتاخد المغنيسيوم مليت. وطبعا لازم نستشير الطبيب المعالج لو عندنا اي مشاكل في الكلى او الكبد. دمتم اصحاء، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو اول مره تسمعوني، انا دكتور الاء. ولو عايزين فيديوهات من النوعيه دي تاني، اكتبوا لنا في الكومنتس. دمتم اصحاء، باي باي.